السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار ناعمة. اليوم إن شاء الله كاقتراح للكوتي غادي نشارك معكم آه، الطريقة ديالي في تحضير حرشة ديال الفران صراحة اللي كتجي رائعة بزاف. بما أن عجبكم الفيديو الأخير اللي نزلت لكم ديال الحرشة، فقلت إن شاء الله نعاود نشارك معكم الطريقة ديالي في هاد الحرشة هذه اللي كتجي رائعة جدا. هذه راه بحال كتشريوها من الزنقة، بحال الحرشة ديال الزنقة. شوفوا معايا السمك ديالها كتجي رقيقة وكتجي خفيفة ورطبة بزاف. كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وعلى طريقة تحضير هاد الحرشة هذه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوا ليش لايك جزاكم الله خيرا، واشتركوا في قناتي الا كنتوا اول مره كتشاهدوها. هنا كنوريكم كتشوفوا معايا الحرشه كيفاش كتجي، راه كتجي غزاله بزاف. وكنعتذر على الصوت ديالي الا جاكم الصوت ماشي تلهيه، شويه الحلق ديالي عيان. فبسم الله على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير مع ذكر المقادير. اول حاجه غادي ناخذ هنايا 4 الكؤوس ديال السميد الناعم، السميد الخاص بالحرشه وبالبغرير، ما يعادل نصف كيلو اللي كتدير بالعبار. غندير قبيصه ديال الملحه، فضروري الملحه في هذه الحرشه هذه لتعديل الذوق. وغادي نكتفي بجوج معالق ديال العسل. هنا من الاحسن يكون العسل طبيعي، هنا درت العسل طبيعي ديال النحل. وغادي ندير 8 غرام اولا ديروا 7 غرام ديال خميره الحلويات اللي كيدير هكا ديال العبار، ديروا معلقه كبيره. هنايا درت العسل راه كيعوض لكم السكر. وغادي ندير نصف كاس ديال الزيت بنفس المكيال اللي تكيلت به، اللي عبرت به السميده، هو اللي غادي نكمل به. فغادي ندير الزيت وغنخلط المكونات مع بعض مزيان حتى ديك الزيت يتلبس لينا مع السميد. ضروري هنا راني كنسرع شويه الفيديو، ما بغيت نقطع حتى شي لقطه باش هكذا تفهموا هكا البنيات للمبتدئات اللي كيبغيو يدخلوا للمطبخ، كيبغيو يتعلموا، فتكون عندكم جميع المراحل مصوره. كنتمنى لو وصلتوا حتى لهنا ما تنسوا ليش لايك الفيديو. هنا غنحاول نحيد واحد شويه، تقريبا واحد 2 معالق هكذا، غنخليهم حتى الاخر. وغادي ندير 2 كؤوس ديال الحليب في الاول ونخلط الحرشه ديالي مزيان. هنا غادي يبان لي واش مازال نزيد شويه ديال الحليب اولا صافي نكتفي غير بهذا القدر. هنا راه ممكن تعوضوا بالحليب بالماء ولا كذلك حتى بالعصير ديال البرتقال ولا العصائر الجاهزه، فكتجي غزاله بزاف. هنا صافي انا بان لي راه صافي مزيان القوام ديال الحرشه ديالي، ما غاديش نعاود نضيف الحليب. صافي هنا غناخذ هذه المقله الثقيله وندهنها بالزبده، غادي ندهنها مزيان كامله بالزبده. وناخذ ديك السميده اللي خلينا اللي نقصناها. هنا ممكن ديروا غير السميده العاديه اولا ممكن حتى فاش كديروا هذه اللي فيها شويه ديال الزيت، فهنا كتضمنوا بان الحرشه ديالكم ما كتلصقش صافي، وكتجيكم محمره فاش كتدخلوها الفران اولا طيبوها حتى في البوطه كتجيكم محمره. هنا كيف تشوفوا معايا الخليط ديالي بدا كينشف شويه، صافي غادي نديرو في المقلاة ونحاول هكا نبسطها باليد ديالي ولا نقرصها باليد ديالي، وانا كنقرص وانا كنقاد باش تجيني مقاده في الجوانب وفي الوسط. وهاد الحرشه راه سريعه التحضير، راه كتحضر بسرعه بسرعه. هذه الا جاوك الضياف هكا على غفله وما لقيتي ما تحطي، كتردي الماء ديال اتاي طيب ولا القهوه وكتحضري هاد الحرشه. راه كتحضر مع اتاي وهي رائعه الصراحه لشرب الشاي في العشيه، انا كتعجبني بزاف كنديرها في الكوتي لوليداتي. هنا كنحاول نقادها مزيان، نقاد دوك الجوانب وكنستعن هكا باليد ديالي، ولا ممكن تستعنوا حتى بشي سباتيلا ولا معلقه باش تحاولوا هكا هذوك الاصابع ديالكم ما يبقاوش مصورين لكم، ولا ممكن ديروا غير الكف ديالكم. هنا صافي غنخديت هاد اللعيبه هذه ديال الكيك وكنحاول نقاد الجوانب باش ما يبقاش لي هكا تجيني من الجناب المنظر ديالها ما زوينش. صافي هنا كنحاول انني كيف ما قلت لكم نقادها. هنايا الا بغيتو دوك الاثار ديال الاصابع ديالكم حاولوا هكا تكون حاطين وحدكم شي زلافه فيها الماء
وانتوما تقيسوا بالمعلقه ولا سميتو ولا ايد ديالكم الكف ديالكم في الماء وكديروا به. صافي من بعد غادي ناخذ ديك السميد اللي خليت وكنرشوا عليها في الوجه ديالها من الفوق، فالصراحه كيعطيها واحد المنظر زوين ملي كطيب، كتجي محمره مزيان. وكيف ما قلت لكم بغيتو ديروها في الفران راه كديروها، بغيتو ديروها في المقلاة كديروها، ولكن الفران صراحه كتكون ما كتحتاجيش انك تبقاي تقلبيها، صافي كتدخليها طيب ومن بعد كتلقايها طابس. هنا كنوريكم السمك ديالها كيف كتشوفوا معايا، راه كتجي رقيقه ومازال راه غيتضاعف الحجم ديالها في الفران واحد شويه. هنا رققتها بزاف وصافي. هنا من بعد ما طابت الحرشه ديالي هي هذه كيف كتشوفوا معايا، راه كيجي اللون الصراحه ولا اروع، اللون رائع جدا. هنا راه رغم الاضاءه رغم سميتو ولكن راه كتجي غزاله بزاف. صافي مباشره غادي نحيدها من المقلاة ونشوف واش مازال غنقلبها طيب ولا لا. ولكن هي هذيك الزبده اللي كندهنوا بها المقلاة فما كنحتاجوش اننا نبقاو نقلبوها منها ونقلبوها منها، صافي كطيب. وكيف كتشوفوا معايا راه رطبه وهنايا مازال سخونه، ما قدرتش حتى نقلبها، جاتني رطبه على اليد ديالي وسخونه. شوفوا معايا ما شاء الله اللون اللي كيكون فيها. هنا صافي غادي ناخذ الطبق اللي غادي نقدمها فيه اللي غنخليها فيه. وكيف ما قلت لكم حرشه رائعه لشرب الشاي، حرشه ال5 دقائق، راه 5 دقائق كتحضر هاد الحرشه هذه. وكيف ما قلت لكم ما كتجيو فين كتعمروا اتاي ولا القهوه ديالكم حتى كتوجدوا اتاي ولا القهوه كتكون هاد الحرشه حتى هي واجده. هكا رائعه لشرب الشاي لضياف الغفله الا كنتو غاديين عند شي حد. وهنا ضروري ما نشارك معكم الطريف باش تشوفوا معايا كيفاش جات من الداخل، السمك ديالها كذلك. صراحه هذه راه عمليه بزاف. كنتمنى ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش لايك للفيديو وخليو شي تعليق وقولوا لي واش كيعجبكم الوصفات اللي كنقدم لكم واش ما كيعجبوكمش. باش هكذا نحاول انا نجتهد ونقدم لكم ما احسن. وشوفوا معايا السمك ديالها هنا مع الاضاءه كنحاول انني نقاد باش تبان لكم، فراه كتجي غزاله بزاف وما كتجيش صفراء من الداخل، كتجي فيها واحد اللون غزال بزاف. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده للجميع. شوفوا معايا هنا في الحرشه ديالنا ما كتجيش مكبده ولا معجنه من الداخل، كتجي غزاله بزاف ورائعه لشرب الشاي مع هكا شويه د الزبده ولا شويه د العسل ولا كذلك حتى الفرماج. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جات غزاله بزاف. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده للجميع، وخليو لي شي تعليق زوين. وبسلام عليكم مع وصفة جديدة ومع فيديو جديد، إلى اللقاء.